السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لأمي وأبي وارحمهما برحمتك أرحم الراحمين وسائر المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكشف الغم عن سائر المسلمين في شتى بقاع الأرض. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة. أعزائي المشاهدين، في عندنا خبرين، واحد حلو والتاني وحش. الحلو إن الأستاذ أمين صبري أطلق لكم خدمة جديدة هتعرف من خلالها مشاكلك وتحدد مستقبلك وترسم طريقك للجنة. والوحش بقى إن احنا هنثبت لحضراتكم إن الكلام ده كله هري. سيب اللي في ايدك، ركز معايا عشان في شوية ضحك حلوين، ويلا بينا نبدأ. بسم الله. اهلا بيكم في الفيديو ده اللي بنعلن فيه خدمه جديده بنطلقها، وهي خدمه تفسير وتحليل الاسم الشخصي ليك. تخيل معايا ان الصوت اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار ان انت تنادى بيه، اللي هو بين قوسين اسمك، الصوت ده اللي هو اسمك. الصوت ده بيختزل رحله حياتك بالكامل. الصوت ده بيختزل رسالتك في الحياه، بيختزل كمان مشاكلك وعيوبك ونقاط قوتك ومميزاتك، اللي هو اسمك الشخصي. ما انتش متخيل ان الانسان بيسمى من عالم الامر، يعني لما ربنا بيخلق الانسان في عالم الخلق من اب وام وظروف معينه، بينزل مع هذا الانسان الصوت بتاعه اللي هو الاسم بتاعه. يعني في اسم ليك في عالم الامر بينزل معاك وانت بتتخلق في عالم الخلق، وبالتالي اسمك الشخصي فيه كتير من الاسرار اللي انت لو وقفت قدامها هتلاقي نفسك بتعيد اكتشاف حياتك ووجودك من تاني. دي خدمه عظيمه وجليله وفظيعه جدا، بدعو كل اللي قادرين على انهم يحصلوا على تلك الخدمه ما يفوتوهاش. بيقول ان اسمك الشخصي بينزل معاك وانت بتتخلق، وده الصوت اللي ربنا اختار ان انت تنادى بيه. يا سلام، دي خدمة عظيمة جدا. وبكام بقى على كده الخدمة الفظيعة دي يا استاذ امين؟ ثواني كده، ده هو تقريبا عامل لينك، ندخل عليه كده ونشوف، يمكن عامل خصم ولا حاجة. يا حلاوة يا ولاد، 1000 يورو بس، يا بلاش. ده انت هتعرف مشاكلك وعيوبك ونقاط قوتك ونقاط ضعفك وتخش الجنة ولا النار يا راجل. لكن قبل ما ندفع ال1000 يورو تمن الخدمة العظيمة دي، كان لينا بس شوية أسئلة كده. لو واحد يا ترى غير مسلم وغير اسمه بعد الإسلام، انت بقى هتحلل ايه؟ وايه هو الاسم اللي بيحدد صفاته وعيوبه ومميزاته في الدنيا؟ اسمه قبل الإسلام ولا اسمه بعد الإسلام؟ يعني عندك مثلا ورد في صحيح مسلم باب اسمه استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. من الروايات اللي وردت في هذا الباب في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. وأيضا عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد بن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل. وأخنع يعني أقبح وأحقر. فإيه هو الاسم اللي بيحدد الصفات؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم وحاشاه إن الاسم الشخصي له كل الأهمية دي وبيحدد كل الحاجات دي، لما قال إن سبب تغيير اسم بره وعدم جواز تزكية النفس؟ أو لما قال إن أخنع الأسماء هي ملك الأملاك لأن لا مالك إلا الله؟ فكلها أسباب متعلقة بالدين مش بالدنيا زي ما أنت ما بتقول. طب إيه رأيك بقى في الصحابة اللي تغيرت أسمائهم بعد الإسلام؟ طب غير المسلمين لما بيغيروا أسمائهم؟ طب اللي بيفقد الذاكرة والناس بتناديه باسم تاني ما يعرفوش، أو هو يعمل حتى لنفسه اسم جديد؟ طب لو واحد اسمه عبد الله والناس بينادوله يا بودي، أنهي اسم فيهم اللي بيحدد صفاته واللي اختاره له ربنا في عالم الأمر؟ الاسم اللي في البطاقة ولا الاسم اللي الناس بتناديه بيه؟ طب لو واحد محدش سماه، طب اللي ما يتسماش يا أمين يا صبري؟ لو اسمك الشخصي عبد الله، فهل يبقى كل اللي اسمهم عبد الله نفس الصفات ونفس العيوب والمشاكل ومميزات ونقاط الضعف؟ طب عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين، وابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان من الصحابة. انت بقى لو هتحلل اسم عبد الله هيطلع بصفات الصحابة ولا بصفات المنافقين؟ طب محمد أبو تريكة، أبوه وجده كان من مميزاتهم إن هم بيعرفوا يلعبوا كورة برضو؟ هل كلهم ليهم نفس المشاكل والعيوب ونقاط الضعف والقوة؟ وهل كلهم ليهم نفس الرسالة في الحياة بحسب كلامك؟ طيب سيبك من الأسماء والأسئلة دي، خلينا نسأل الأسئلة المهمة. أنا هستفيد إيه من الخدمة دي يا أستاذ أمين؟ وفي اسماء فيها مشكله جامده. في بعض الاسماء لما بيقولوا لي اسمه فلان كذا بقول ده عنده مشاكل كتير جدا. الصوت بتاع اسمه، الحروف بتاعت اسمه فيها مشاكل، فمحتاج خطه لتنميه حياته عشان يتفادى تلك المشاكل. يا خبر ابيض، ده الموضوع طلع خطير جدا. اسماء فيها مشكله جامده؟ ده احنا كده لازم نشترك بقى عشان نعرف ايه المشاكل دي. مش مهم ال1000 يورو، مش مهم ال55,000 جنيه مصري دول. طيب ممكن ناخد فكره عن نوعيه المشاكل الجامده دي اللي بتسببها الاسماء يا استاذ امين؟ انا اعرف ناس ع- واحد عنده 2 ميم في اسمه وعنده امساك دايما طول عمره. مرض الامساك بيجي بسبب حرف الميم.
يعني انا قعدت اقول لكم عالجوا حرف الحاء بحرف الميم، مش كده في الفيديو؟ فالناس حست ان حرف الميم هو النجده. تعرف ان حرف الميم لو شغلته زياده عن اللزوم بيجيب لك امساك؟ ده ايه ده بقى؟ ما هو كده، كل حرف بيديك استعمال لغايه مستوى، لو زدت يبدا تعاني، خصوصا اللي عندهم 2 ميم، مش عنده ميم واحده، لو عنده ميم واحده كافيه عادي تمام، يقدر ايه يتعايش معاه، لكن 2 ميم يعني ميم وميم فبيمسك. فاللي عنده 2 ميم ده زي مثلا واحده اسمها، هي بتقول واحده اسمها مرام، واحده اسمها مريم، واحد اسمه محمد، واحد اسمه محمود، يعني عنده 2 ميم، يعني ياخد باله ان الميم دي بتحاول دايما تمسكه وتوقفه، لازم بقى يتحرك، لازم يخلع شويه من الميم دي عشان ما توقفوش. طيب يبقى الامساك الصوت او الحرف او الكلمه اللي هتعالج الامساك اليسر، ان انا اعيش بيسر، ان انا ايسر التعقيدات عشان الامساك يروح. 2 ميم امساك محمود، يعني انا لو غيرت اسمي الامساك هيروح؟ بس انا ما عنديش امساك. طب هل في مشاكل تانية ولا هو الامساك بس؟ اللي بتسال على السكري، مرض السكر، امسك الحاجه اللي بتسال عليها حللها. مرض السكر معناه ايه؟ معناه ان السكر بيتراكم، معناه في سين بتتراكم ما بتتحللش. البنكرياس بيطلع انسولين بيفتت السكر. طب هو عنده السكر ما بيتحللش، لماذا حرف السين لا يتحلل جواه؟ ايه اللي مخليه طب ازاي اديله حاجه معينه تخلي السين تتحلل اول باول؟ زي بالظبط نفس السؤال اللي عنده صرع او كهرباء زياده، عنده سين وصاد ما بتمتصش، ازاي اوديها اخليها تمتص؟ هنا السؤال اللي يخلي الانسان يبدا يوصل لاجابه. طيب بالنسبه لانها بتقول انا عايزه حل لمرض السكر، انا ما اقدرش اقول لك حل كده واحنا قاعدين حل سريع، ده انت لازم تمسكي مرض السكر اللي عندها وتشوفي. في ناس بيجي لها السكر عن كبر، ايه الفرق ما بينها وما بين اللي بيجي لهم سكر عن كبر؟ هل السكر بتاعها مختلف عن السكر اللي بيجي عن كبر؟ طيب الناس اللي بتاخد ادويه للسكر، الادويه دي بتعمل ايه؟ هل في حاجه طبيعيه؟ هل في طريقه عيش طبيعيه؟ هل في نمط اعيش عليه بنتي طبيعي بيحفزها هي على ان السين بتاعتها تتحلل، على ان السين اللي هي السكر اللي في جسمها يتحلل؟ انا مش ما اقدرش دلوقتي ان انا اديكي حل للسكر، انا مش باحث في مرض السكر بعينه، يعني ده اقدر افيدك في السؤال ده اهو لو مسكت مرض السكر لوحده وعملت عنه فيديو مثلا، ابقى انا هنا ماسك المرض ده بعينه، انا ماسك هنا حرف السين بتاع السكر عايز احلله، هنا اقدر اديك الحل. لكن اللي انا بديه لك دلوقتي مجرد اشارات، مجرد تنبيهات، ايه اللي بيخلي السكر ما يتحللش في سن مبكر زي كده؟ ايه اللي بيخلي البنت في سن مبكر المفروض هي تحلل السكر اللي عندها ما تحللوش؟ وابدا اشوف بقى هل في واحنا بنخلفها واحنا بنربيها واحنا بنطعمها هل في حاجه معينه كانت مجمده السين، كانت مجمده الطاقه كنا مجمدينها فيها، وبالتالي البت هي كمان جمدت السكر جواها لغايه ما ربنا يكرمك بيسمع الاجابه. يا خبر ابيض، السين بتتراكم وما بتتحللش. طب ما يمكن يكون اسمها سعاد او سميره او سميه، مصيبه بقى لا يكون اسمها سوسه، دي فيها 2 سين، يعني عايزه كورس لوحدها دي يا امين يا صبري. طيب سؤال رفيع كده معلش يا امين يا صبري، لو كان التعليق بيسال عن السعال او عن السرطان او عن السله او النقرس او الالتهاب السحائي، ما هي كل الامراض دي فيها حرف السين، فايه بقى؟ تأتأة الاطفال معناه العسر، معناه ان عنده عسر في تركيب الاصوات، يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا هركز على السين، هركز على يسر، هركز على السير، انه يمشي، انه يسير، انه يسرع. فلما الطفل يسرع اكتر يسير اسرع يبدا مخه يبدا حرف السين يفك جواه، فلما يفك هيبدا التأتأة تروح كده. لا 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 يا استاذ امين، انت متحامل قوي على حرف السين. التأتأة بالتاء يعني تقل. شفت بتتلعب ازاي؟ فاتت عليك دي، انا ممكن اعمل كورسات انا كمان. ثم يا امين يا صبري، طفل صغير عنده تأتأة تقول لامه انه علاج وان هو يسير بسرعه، ده كده مش هيخف من التأتأة، ده كده هيبقى بيتأتأ ورجليه وجعاه. مش معنى يعني يسير بسرعه، طب ما يغير سلوكه بالسين، او يعالج السمنه بالسين، او ياكل سمنه بالسين، او ياكل سمك بالسين، او يسافر بالسين. شفت سهله ازاي؟ الهبد كتير يا امين يا صبري، بس اللي يدور. كفايه كده بقى امراض يا امين يا صبري عشان انا بدات اتعب. احنا فهمنا ايه هي المشاكل اللي بتعالجها الخدمه العظيمه بتاعه تحليل الاسماء. هل في حاجه تانية ممكن نستفيد من الخدمه بتاعتك فيها؟ كنت بقول ان في امرين مرتبطين باسمك الشخصي، يعني احنا هنحلل لك اسمك الشخصي، الحروف بتاعتك بتاعت اسمك والكيمياء بتاعتك والعائله لو انت عايز، او الزوجه والابناء، ولو انت كمان هتتجوز وفي واحده ظاهره قدامك لها اسم وانت مشترك في الخدمه دي، بتبعت لنا الاسم عشان نقول لك مدى توافق او المشاكل اللي ممكن تحصل ما بين الاسمين دول. ثانيه واحده كده قبل اي حاجه، انت قلت ايه؟ والكيمياء بتاعتك كينيا دي بلد في افريقيا اسمها
كونيا دي يا جماعة خدمة أضرب الودع وأقرأ الكف وأشوف الفنجان وأبين زين أبين، باختصار خدمة العراف أو بالأحرى الدجال. إيه الفرق بينك وبين النصابين اللي بيعملوا نفس الكلام ده على التيك توك؟ النضارة. ثم أنا أول مرة أخد بالي إن اسم صبري في حرف الصاد يعني نصب. تصدق أنا كده ممكن فعلا أصدق كلامك عن موضوع الأسماء والحروف ده؟ يعني أنت جاي لك شخص مقبل على الزواج، هو أصلا كده كده خايف، فأنت تقول له بقى ده هيحصل مشاكل عشان مراتك اسمها حاجة وأنت اسمك حاجة، وتخترع له حوارات من عندك ممكن تخليه يصرف نظر عن الزواج اصلا او يكره مراته او يجيله وسواس بعد كده في اي مشاكل هتحصل بعد الزواج، ويقول ان سببها وعدم توافق اسمه مع اسم مراته. طب ربنا كرمه واتجوزوا وفلتوا منه، تفتكروا هيسيبهم؟ ابدا. تعالوا نشوف. طلب مني كتير في حياتي الشخصيه ان الناس اللي بتعرف عليها ان هم يفسر ان انا افسر لهم اساميهم الشخصيه واسامي زوجاتهم وابنائهم بعلم الصوت والحروف. انتوا عارفين ان احنا عندنا علم الصوت ومدلولات الحروف، وبالتالي قدرنا نوصل لمستوى عالي جدا من تفسير حياه الانسان فقط من اسمه والكيمياء بتاعته، لدرجه حتى ان في يعني عده من يعني مجموعه من الاطفال كانوا بيتولدوا فاتصلوا بيا علشان يبقى ليا دور في تسميه اولئك الاطفال. طبعا كانوا بيقولوا لي احنا عايزين نسمي كذا او كذا او كذا او كذا، فبمسك الاسم بتاع الاب والاسم بتاع الام والاسم بتاع الاخوات لو موجودين، واختار من تلك الاسماء او اقترح اسماء فيها الحروف الصوتيه المتناغمه مع الحروف بتاعت اسماء الاب والام والاخوات، ويكون برضو الاسم بتاع الطفل الجديد ده فيه حروف جديده مش موجوده في المنظومه الاسريه، بحيث يبقى هو اضافه لتلك المنظومه الاسريه. يعني من الاخر انت عايز تسيطر على الناس سيطره كامله زي الكهنه، قبل الزواج ياخدوا منك البركه ولازم تبارك زواجهم، وبعد الزواج تختار انت اسماء لاولادهم، ولو جالهم امراض انت اللي هتعالجهم بالسين والصاد والعين. ادفع كي تحصل على البركة. هل الكلام ده علم يا جماعة؟ هل فكرة ان اسمك بيحدد صفاتك وشخصيتك وطريقة حياتك ومشاكلك ومميزاتك وعيوبك، هل ده علم اخترعه البروفيسور أمين صبري؟ تعالوا نشوف. كريم هو بيجي من النوع اللي شخصية بيكون عصبي شوي كريم، أيوة. لكن صادق، عنده صدق بالتعامل. إنسان متهور شوي كريم. أيوة. أنا دائما بنصح اسم كريم إنه هو عنده الكرم والتهور، يخفف التهور، يخفف المبذر. اسم كريم، اسم مي دائما اسم بيعطي الحركة والتفكير، مرتبط بكوكب اسمه عطارد اللي بيعطي الحركة. الاسم مي بيعطي الحركة، بيعطي الذكاء، بيعطي الانتقاد. الاسم ده بيدقق كتير، بيدقق كتير. صح. ايوه. وعندنا على سبيل المثال كمان بيعطيكي التفكير الهائل يا استاذه مي، بتفكري 24 ساعه، عندك تفكير هائل. دي حقيقه. بالاضافه اي حد اسمه مي كده. ايوه، يعني احنا مش بنحلل برج مي، احنا بنقول اسم مي. نعم. بيبقى عنده الصفات دي زي ما شفتوا كده، نفس الكلام بتوع الابراج والكف والتاروت والطاقه والكواكب والخزعبلات دي كلها. والمصيبه ان المذيعه قالت بشكل واضح اي حد اسمه مي كده، قال لها ايوه اي حد اسمه مي كده. ايوه. طب انهي مي فيهم؟ مي اللي في مصر ولا مي اللي في الهند ولا مي اللي في النرويج؟ مي اللي متجوزه ولا مي اللي متطلقه ولا مي اللي ما اتجوزتش اصلا؟ مي المسلمه ولا مي الملحده؟ مي اللي عندها 10 سنين ولا مي اللي عندها 60 سنه؟ وبعدين كمان صحيح ده بيقول لك كريم صادق، عصبي شوي كريم. أيوة. لكن صادق. الحق يا مين يا صبر، ده هيبوظ لك الحرب اللي بين الكاف والصاد. مش انت كنت بتقول ان الصاد يعني الصدق والكاف يعني كذب؟ انا قلت لك في حرب ما بين مين ومين، ما بين الكاف والصاد. الكاف كذب كفر، طب الصاد صدق صراحه. مين اللي هيغلب؟ والمشكله ان اتباعه في التعليقات عندنا تلاقيهم بيقولوا ان الاستاذ امين صبري ده باحث، ده عالم افنى حياته في سبيل العلم والبحث العلمي، وله كورسات ومئات الساعات من محاضرات وعشرات الكتب، وتحس ان هو سهر الليالي في سبيل الوصول الى هذه العلوم العظيمه. طب هل دي الحقيقه؟ تعالوا نشوف. ولذلك وانتم بتتفرجوا على الحروف، حرف النون معناه كذا، حرف العين معناه كذا، الكلام ده انت جبته منين؟ الكلام ده انت عرفته ازاي؟ وكميه الحرف الواحد واخد ساعه، وفي حروف ممكن نقعد فيها ساعتين ثلاثه. انت كميه السمك ده انت اصطادته ازاي؟ دي عباره عن شبكه صيد مدتها بفضل من الله عز وجل واتملت. سمعت كل الحاجات دي وقعدت اكتب فيها، بطرح السؤال فيجي الالهام، يجي الالهام ده اللي هو صوت الشبكه اعترضته، فاقوم كاتب واقعد اكتب 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 اكتب، فلقيت الحرف الواحد طلع حكايه ولا عمر حد في الدنيا سمعها قبل كده. تخيل بقى ان الاستراتيجيه دي تقدر تعمل ايه في حياتك. يا حلاوة، دي طلعت الكورسات سهلة اهي، بيرمي الشبكة ويطرح السؤال فبيجي الصوت والإلهام بيجي، فبيعملوا كورس وبيع يا أمين يا صبري، ويعمل كورس كتاب وبيع يا أمين يا صبري، ويبقى اسمه العالم أمين صبري اللي عنده عشرات الكورسات وعشرات الكتب وكله هري، لا بحث ولا دراسة ولا علم. وفي الآخر يقول لك تخيل بقى الاستراتيجية دي ممكن تعمل إيه في حياتك. تخيل بقى إن الاستراتيجية دي تقدر تعمل إيه في حياتك. ممكن تخليك تكسب 1,000,000 درهم في يوم واحد مثلا. وعلى فكرة ساعات بيبقى عدم الرد ربح اقتصادي. في بعض الناس لما بتهاجم بتساعد على البيع،
في ناس لما بتهاجمني بعرف استخدم الهجوم بتاعها او الرد الاجتماعي في البيع. طب انا يهمني ايه بالله عليك؟ قول لي انت بيني وبينك يعني يهمني ان انا احسن صورتي، يعني ارد واحسن صورتي، ولا يهمني ان استخدم الهجوم في ان ارفع المبيعات، ابيع كتبي اكتر، ابيع دوراتي اكتر، اخد ادي واحد منتج كتابي يفضل عنده وانا خدت قصده فلوس انفع بيها نفسي؟ يا عم طز في الشكل، طز في ولذلك في واحد مره عمل فيديو عني وصل 1,000,000 مشاهده، هو عمل 1,000,000 مشاهده، انا عملت 1,000,000 درهم. انا يهمني ايه مين اللي هينفعني؟ 1,000,000 المشاهده اللي هو عملها ولا 1,000,000 الدرهم اللي انا جبتها؟ زي ما سمعتوا كده، كل اللي يفرق معاه هو باع بكام، زيه زي اي تاجر بيبيع سلعة رديئة مش تعبان فيها، فصورتها وشكلها وسمعته هو شخصيا مش مهم، المهم الدراهم. وعلشان تتأكدوا ان الحكاية كلها هبد، تعالوا نشوف هو نفسه بيقول ايه. دورة النهارده زي ما انتم متعودين معايا طوال السنين اللي فاتت كلها معتمدة على القرآن، معتمدة على الدين بتاعنا. احنا بناخد متطلبات العصر بس بنطلعها من القرآن، من الكنوز اللي في القرآن. يعني هو من الآخر باحث، لكن بيبحث في صناديق قمامة الأفكار ويختار أنتن الأفكار الرائجة زي طاقة المكان والاتجاهات وعلم الأسماء والأصوات وكل الهري بتاع الطاقة وخلاف، وبعدين يحاول يستدل على الأفكار دي من القرآن الكريم ويوهمك إنه بحث ودرس واستخرج كنوز من القرآن الكريم. وتعالوا نشوف الكلام ده عملي. تخيل دلوقتي احد الطعم اللي انا اطلقته علشان اجيب علم الصوت، اللي هو ايه؟ صوت كده انا مطلعه في الشبكه اللي بنشرها، كاني بقول في الصوت ده جوايا انا ببحث في القرآن الكريم سنين شبابي، فانا ربنا سبحانه وتعالى هداني من القرآن الى كنوز ثمينه، وبالتالي علم الصوت ده مش هينزل الا في الشبكه بتاعتي، محدش هيصطاد العلم ده غيري كده. زي ما شفتوا التوكيدات اللي عند دجالين الطاقة أمين صبري بيسميها طعم، وقانون الجذب عند دجالين الطاقة أمين صبري بيسميه شبكة. هي نفس الأفكار، هي نفس المفاهيم، لكن بمصطلحات تانية، ويطلع بعد كده يستغفل أتباعه ويوهمهم إنه بيحارب الطاقة. عارف لما حد بيشتمك الكون بيديك فرصه في لحظه الشتيمه، ها ايه امنيتك؟ هتتحقق فورا. خد بالك لو حد شتمك على الملأ واهان في اسمك على الملأ، كأن الملائكه او الكون بيديك فرصه مضاده، ها ايه امنيتك اللي نحققها لك؟ طب يا أمين يا صبري، احنا عرفنا ان انت بتجيب الهري بتاعك ده منين. لو حد بقى من اتباعك عايز يبقى عالم زيك كده يعني ويخترع علوم ويعمل كورسات، تنصحه بايه ترى؟ في ايات، يعني في فصول في كتاب القانون الاعظم ما قدرتش اكتبها الا وانا على الجبل، جبال الاطلس. في احد السنوات بروح هناك معايا الورق بتاعي والقلم واللابتوب وبتاع، وقاعد بقى بتفرج على الشلال في منطقه عاليه على سطح الارض، بسال وبسمع، بسال وبسمع وبكتب بقى اللي بسمعه بالالهام بكتبه. فكتبت فصول في كتاب القانون الاعظم على الجبل. ده يعتبر ايه؟ ده مقعد من مقاعد السمع. حلو. اروح بقى على البحر، على المحيط بقى الاطلسي، المحيط الكبير، بسال اسئله فبيجيني اجابات. نوعيه الاسئله اللي على البحر تختلف عن نوعيه الاسئله اللي على الجبل. يبقى ده ايه بقى؟ يبقى ده مقعد للسمع، بيجيني فيه حاجات بسمعها غير الحاجات اللي بسمعها وانا على شط البحر. يبقى دي معناها ان كل مكان في العالم بتتسمع فيه حاجات تختلف عن مكان تاني. هتسمع على الجبل حاجه غير اللي تسمعها في الغابه، غير اللي تسمعها على البحر، غير اللي تسمعها في الشوارع والمدن. اقول لك بقى على حاجه جت في بالي دلوقتي وانا بكلمك. فاكر لما قلنا ان في 20 صوت للملائكه؟ اهو الكلام بيجيب بعضه، المعلومات بتجيب بعضها، الصوت بيجيب صوت. فاكر لما قلت لك ان الملائكه لها 20 صوت؟ ممكن يكون دول 20 مقعد، 20 قعده، 20 مكان، على حسب انت رايح فين. يعني وانت على السلم، مش انت بتفتكر الموبايل وانت على السلم؟ ممكن يكون السلم ده مقعد للسمع لما انت بتنزل على السلم. فلو انت عايز تسمع حاجه انزل على السلم واطلع، افضل طالع نازل. مثلا انا عايز اسمع حاجه معينه، بفرض يعني ان الحاجه دي بتتسمع وانا على السلم، وانا ايه يعني افق وراسي، يبقى انا اسال السؤال واطلع بقى سلم البيت طالع نازل طالع نازل وانا بسال السؤال، يبقى هنا الصوت ده بيتسمع في مقعد معين اهي، وهكذا. يبقى انت الكلمه بتاعت مقاعد السمع دي يتعمل عنها محاضره، يتعمل عنها دوره،
ان اكتشف فين المقعد تسمع بسهوله. يفضل طالع نازل، ده نفسه يتقطع كده يا امين يا صبري. انت ليه كل افكارك مجهده كده؟ لو عيل بيتأتأ عايزه يمشي بسرعه، ولو واحد عايز يبقى عالم وتجيله الهامات عايزه يفضل طالع نازل على السلم. طب لو واحد ساكن بقى في الدور الارضي يعمل ايه؟ ما ينفعش يبقى عالم؟ يا جماعه الخير، اسمك مش بيحدد حياتك او مصيرك، ولو كان ده حقيقي ما كانش هيبقى فيه تكليف ولا حساب ولا عقاب، لان ما حدش بيختار اسمه في الغالب. الكلام ده مش بس مخالف للدين، لكنه كمان مخالف للعقل والمنطق والفطره السليمه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها. صدق رب العزه: ومن يرغب عن مله ابراهيم إلا من سفه نفسه، وقانا الله وإياكم شر السفه والسفهاء. خلص الحلقة، وكالعادة عايز أقول لك لو أول مرة بتشوفنا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو قدرت تدعم استمرارية القناة من خلال لينك الباتريون أو الضغط على زر الانساب أو شكرا تلاقيهم تحت في وصف الفيديو في أول تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.